هلو هلو، انا بوسي طه. هعمل معاكم النهارده رز بلبن فرن، وكمان هنعمل مع بعض رز بلبن عادي. وهقول لكم الاسرار والتكات ان هو يطلع معاكم زي المحلات واحلى كمان. وهقول لكم معلومات مهمه جدا، يطلع معاكم الرز بلبن كريمي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، والرز يكون مستوي معانا كويس جدا بس مش معجن. الرز هيكون تسويته مظبوطه كويس جدا ويطلع كريمي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. تابعوا معايا الفيديو عشان توصلوا للمعلومات دي. لو انتوا اول مرة تشوفوني ما تنسوش تعملوا لي اشتراك للقناة وتفعلوا زر الجرس علشان خاطر يوصل لكم كل وصفاتي. ويلا بينا نبدأ مع بعض الطريقة. في الحلة اللي احنا هنعمل فيها الرز هضيف نص كوباية من الرز، وهنزل عليهم بكوبايتين كبار من المية، مية عادية جدا بدرجة حرارة الغرفة. والكوباية اللي أنا بعاير بيها الرز هي اللي أنا عايرت بيها المية. والخطوة دي مهمة جدا، لازم بقلب الرز كده مع المية أول دقيقتين كده مع بعض عشان الرز ما يعجنش منكم. وبفضل أقلب فيهم كل شوية وبسيبهم على نار هادية لمدة 5 دقايق لحد ما يبدأ يغلي معايا. في حلة تانية بقى بنزل باللبن بتاعي كده علشان خاطر يغلي، ولازم يغلي معايا كويس جدا. اللبن اللي أنا بستخدمه لبن جاموسي عادي جدا، وده بيكون أحلى لبن تعملوا بيه الرز بلبن. ده شكل الرز بتاعي بعد 5 دقايق، كان بدأ ان هو يستوي معايا كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وهنا خلاص الرز بتاعي استوى. انا بسيب فيه كده شويه كده حلوين من الميه، الرز ما بيكونش نشف معايا تماما. وبنزل عليه بقى باللبن على طول بعد ما غلي بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي. واول ما بنزل باللبن تلقائي بقلب فيه كده على طول علشان خاطر ما يعجنش منكم. بقلب فيه كده بقى باستمرار لمده دقيقتين. وبضيف بعدها على طول السكر بتاعي، بضيف كوبايه وربع من السكر. وبعاير السكر بنفس الكوباية اللي احنا عايرنا بيها الرز والمية في البداية. والسكر بيكون على حسب رغبتكم، في ناس بتحب السكر يكون كتير، في ناس بتحب السكر يكون قليل شوية، على حسب السكر اللي انتوا محتاجينه. انا بالنسبة لي هنا السكر كان مظبوط. بسيبهم على نار هادية بقى لمدة 5 دقايق، وبعد 5 دقايق بالظبط بضيف 10 معالق كبار من النشا، وبضيف 7 معالق من السحلب، وبقلبهم بقى مع بعض كده كويس جدا على النار. جربوا الطريقة دي وبجد هتدعولي. السحلب والكريم شانتيه بيدوني بجد تست حلوة قوي للرز بلبن. بعد ما دوبتهم بقى كويس جدا، هنا بنزل بقى بقشطة فلاحي، والقشطة دي انا بكون شايلاها عندي من اللبن. بجمعهم كده وبحطهم في علبة في التلاجة، بتفرق معايا جدا في الطعم، بطلعهم وقت ما بحتاجهم. هنا انا طلعتها وضفتها على طول كده على الرز بلبن، بجد نقلت التست معايا في حتة تانية خالص. اهم حاجة تقلبوا فيه بقى كده على نار هادية خالص، النار ما تكونش عالية معاكم خالص. انا مش بضيف نشا خالص للرز بلبن، والحركة دي بتفرق جدا في الرز بلبن بتاعي وبتعلي التست بتاعه. اخر خطوة بقى بضيف الفانيليا بتاعتي بالشكل ده وبقلبها كويس جدا. الفانيليا بتضاف اخر حاجة، وبيكون الرز بلبن بقى ده القوام بتاعه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. شايفين القوام بتاعه بيكون تقيل ازاي ومتماسك كمان من غير النشا. وده اللي بيميز الرز بلبن بتاعي بجد عن المحلات وعن اي طريقة تانية انا بعمله بطريقة مختلفة. احنا ضفنا سحلب وكريم شانتيه مش كتير بيضيف السحلب، وكمان عملناه من غير نشا، وطلع مترابط معانا كويس جدا، وطلع بالقوام الخطير اللي انتوا شايفينه ده. الرز بلبن الفرن لو الاطباق بتاعتكم ما بتخشش الفرن عادي جدا، بضيف شويه ميه كده في الصينيه وبدخلهم الفرن على الشوايه لمده 3 دقايق بالظبط، وبيطلع معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. مش شرط خالص يكون عندكم اطباق لازم تدخل الفرن، لا، بطريقه بسيطه جدا دخلوه الفرن زي ما قلت لكم، ضيفوا الميه وهيطلع معاكم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. شايفين بقى شكل الرز بلبن طالع معانا ازاي؟ عملنا رز بلبن فرن، وكمان عملنا رز بلبن عادي بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي. وعايزه اقول لكم بجد الرز بلبن متماسك معانا كويس جدا، وكل ما الرز بلبن بيبرد معاكم كمان بيتماسك معاكم كويس جدا. شايفين القوام بتاع الرز بلبن طالع عامل معانا ازاي؟ جربوا بقى الطريقة دي وقولوا لي رأيكم فيها، وقولوا لي بتتابعوني منين. ولو انتوا اول مرة تشوفوني ما تنسوش تعملوا لي اشتراك للقناة وتفعلوا زر الجرس علشان خاطر يوصل لكم كل وصفاتي. وما تنسوش دايما ان مع بوسي طه دايما حلاوتها في تتبيلتها.